السلام عليكم. نرحبوا بكم برنامج تعلم من بلدك، برنامج اللي يعاون اولادنا ويفيدهم عنهم يستفادوا اكثر ويتعلموا. خليكم معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، حلقة رقم 11 للمستوى الثالث ابتدائي في مادة الرياضيات. تعرفنا على الغرام وحدات الغرام بأكملها سواء كانت أجزاؤه أو مضاعفاته إلى الطن، ثم تعرفنا على طريقة إدخال الأعداد، وتعرفنا على طريقة قراءة الأعداد في الجدول وإخراجها، ثم بعد ذلك نتعرف اليوم على العمليات الثلاث التي قد تطرقنا إليها سواء كان في الثاني ابتدائي أو في الأول ابتدائي. إذن ما علينا، المهم نحن اليوم لهين نتعرف نولي أكثر ونحاول على أن نراجع أكثر العمليات الثلاثة: الجمع والطرح والضرب. ركزوا معايا وانتبهوا باش نقبضوا الطريقة ونثبتوا المعلومة. إذن ونثبتوا المعلومة أولا في الجمع. أولا نتطرق إلى الجمع. الجمع أفقيا طبعا، وكأن العدد المعطي هون كأنه مفكك. لاحظوا معايا زين، عندي 1000 زائد 500 زائد 35 مباشرة 1535. لماذا أعطيته وكأنه مفكك؟ لأنه ممكن جدا يجيك العدد مفكك ويقول لك عملية زائد أفقية. خاصني نركز ونتذكر التفكيك ونقول على أنه كيف ما كان معدلي في التفكيك رعاه معدلي في عملية الجمع. هون خاصني نفهم مباشرة وكأنما أنا أحسب ذهنيا. كيف نقول 1000 زائد 500 زائد 35، إذا 1535. قيسوا معايا عملية الجمع عموديا. عملية الجمع عموديا، ودائما يا أطفال نحاول على أني ننطلق من الأحاد، نحاول على أنني نطلع من الأحاد. وكيفاش نفصل بين الأحاد؟ قلنا نضع خط رفيع جدا، نحاول على أني نحافظ على المراتب، لأني مجرد عني نغلط نزيد الأحاد للعشرات تخسر هي العملية. شوف معايا، الأحاد هي 5 والأربعة، 5 والأربعة هي 9. 5 والأربعة تعطيني 9، سواء أنا حسبت في أصبعي ولا سواء أنا حسبت في الخشيبات ولا في النقاط معينة أو غير ذلك في كراس وسخ. لاحظوا معايا هون 8 والاثنان بمعنى 2. 8 زائد 2 نقولوا على أنها 10. غير 10 كيف ما كنا نقولوا شو نقولوا؟ ما نقدروا نطرحوا 10 كاملة بها عدد لأن يتعداوا على مرتبة المئات. ما هي؟ لذلك احتفظوا بالواحد وتذكرنا الجمع بالاحتفاظ. نتذكروا الجمع بالاحتفاظ لأنه ضروري جدا يعود عند الطفل باش ينطلق للمستويات العليا. إذا لاحظوا معايا هون احتفظت بالواحد ونحسب من جديد. 7 زائد 3 تعطيني 10، ودون أن أنسى الواحد اللي محتفظ به تعطيني 11. و11 ما نقدر نطرحها كاملة اللي نتعدى على مرتبة الآلاف. إذا لاحظوا معايا زين، نحتفظ مولي مباشرة نوبة ثانية بالواحد، ياك نعطي درجة الآلاف مرتبتها. لاحظوا معايا، عندي 5 زائد 4 9، وما ننسى الواحد اللي محتفظ به تعطيني 10. غير هون اللي نطرح مباشرة 10. لماذا؟ لأن 10 هون في مرتبة الآلاف عندها 3 مراتب الآلاف، هي أحاد الآلاف، عشرات الآلاف ومئات الآلاف. إذا لاحظوا معايا زين هون عندي العدد المعطي، يعني العدد الفوقاني زائد العدد التحتاني، وأعطانا الناتج مباشرة. وأقول أحاد عشرات مئات ثم أجمعها لكي أستطيع قراءة العدد. وأقول 10,000. أقول عفوا 10,109. أقول 10,109. إذا هذه هي عملية الجمع. طرقوا معايا العملية الطرح. لاحظوا معايا زين، عملية الطرح نحاول على أن نتأكد دائما من العدد اللي نطرح. هل هو العدد اللي نطرح كان إذا اللي نطرح أصغر من ذاك اللي مطروح منه ولا أكبر؟ هذه أول خطوة نخطوها. إذا أفقيا عندي الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات. 0 ناقص 0 تساوي 0، لأنه أنا شيخاوي ننقص منه شيخاوي ليتمنى خاوي. قيس معايا 2 ناقص
4 أو عفوا 4 ناقص 2. 4 ناقص 2. 4 ننقص منها 2 ويبقى لي 2. لاحظوا معايا، عندي هون 1 ناقص 1 تساوي 0. إذا النتيجة هي 20. النتيجة هي 20 لأن الصفر ما قبل 20 يعتبر لا شيء. فلاحظوا معايا زي 140 ناقص 120 نتحصل على العدد 20. قس معايا الطريقة بالطريقة العمودية. إذا الطريقة العمودية أول خطوة ألاحظها هي أنني هل العدد الأعلى أكبر أو أصغر من العدد السفلي؟ مشينا نلاحظ رايك نقول 0 ناقص 4. هل يمكنني عني ننقص 4 من 0؟ ما نستطيع. لذلك أتذكر كيف ذلك وأتذكر عملية قد قريناها في المستوى الثاني اللي هي الطرح بالاستعارة. الطرح بالاستعارة. إذا كيفاش نطرح بالاستعارة؟ هو أنني نسلف من جارها اللي هي عدد العشرات، نسلف من عندها 1، نسلف من عندها 1 وتعود عندي 10، نسلف من عندها 1 وتعود عندي 10. غير عند منين نسلف؟ نجي قاضي على 6 نطرح، عفوا 7 نطرح 6، يعني بقات عندي لا 6 ما كانت عندي 7. خلي نترك اللي يسلف لها ويخليها 7 بدي ما خليكش ننقص منه 1 وتم على حاله، ما هو ناقص 0، هذا هو ناقص 1. إذا قيم منها العدد 1 نخط عليها باش نذكرها وندير 6 فوقها. إذا 10 أصبحت لدي 10. 10 ناقص 4 كم تعطيني؟ تعطيني 6. إذا نرجع ونقولوا على أنه 7 ما كانت خارجة. إذا الستة ما نقدر ننقص منها 8 بي علاه بي، ما نقدر نقول أنا بالشير ذوك 6 حلوات تعطي منهم 8 الخوك. 8 الخوك هو عنده لا 6 مستحيل. إذا ركز معايا زين لما تعود عندي الستة أصغر من 8 قلنا عنها شنو عندهم اللي نسلفولها من عند عدد المئات وتعود 16. تعود 16 وهذه كم تعود؟ نخط عليها ملي وتعود 3 باش ما ننساها ما نحرق كاع عنها اللي ما قلت لها 3. إذا لاحظوا معايا زين 16 ناقص 8 تعطيني كم؟ 8. لماذا؟ لأن 8 في 2 16 أو لأن 8 مرتين هي 16. إذا لاحظوا معايا ضاي 3 ناقص 2 هل نقدر ننقص من 3 2؟ نقدر. إذا 3 ناقص 2 تساوي 1 والعدد المتحصل عليه هو 186. إذا 470 ناقص 284 نتحصل على العدد 186. وإلى عملية الضرب. وأولا بداية أبدأ بالضرب الأفقي. الضرب بطريقة أفقية. نقول 2 في 4. 2 في 4 تعطيني 8. ممتاز. إذا ونرجع مرة ثانية نضرب 2 في 1 لأني أولا خاصني نضرب في الأحاد ثم بعد ذلك نضرب في العشرات. فرق عليه لأن نضرب موقف الزائد ولا موقف النقص وفي تكلمنا عليه. عندي 2 ضرب 4 تساوي 8. عندي 2 ضرب 1 تساوي كم؟ 2. لماذا؟ لأن أي شيء ضربناه في 1 يعطينا العدد نفسه. إذا العملية عملية ضرب 14 في 2 تعطينا الناتج 28. قسوا معايا الضرب بالطريقة العمودية. أولا نبدأ ضرب العدد في آحاد العدد الأعلى. آحاده أولا ما نقدر نضربه في عشرات وفي آلاف وبداية نضربه في الآحاد لأنه دائما خاصني نبدأ في الآحاد. إذا 2 في 0 صفر. لماذا 2 في 0 0؟ لأن الصفر قلنا عملية يحصل اللي كان قدامه في عملية الضرب طبعا. إذا 2 في 0 0. 2 في 2 4. ممتاز. 2 في 4 8. 2 في 1 كم؟ 2. ثم نقطة الآحاد. لماذا؟ لأن الآحاد خاصه يحترم. قيس معايا 4 ذاك اللي نضربها نضرب 4 في 0 تعطيني كم؟ 0. يعني عاد 4 يعني عاد 2000 اللي مضروب بالصفر 0. قيس معايا 4 في 2 تعطيني 8. ثم 4 في 4 تعطيني 16. وأحتفظ. لماذا؟ لأن 16 ما بدنا نكتبها حفاظا لمرتبة الآلاف. لاحظوا معايا زين 4 في 1 4 و4 في 1 4 ونزيدوا هذاك اللي نحن محتفظين به تعود 5. تعود 5.
ثم بعد ذلك عملية الجمع. عملية الجمع 0 مع لا شيء 0. 4 زائد 0 4 زائد 0 4. هذا لا الزايد يا الصفر معه الضارب تقضي عليك ال4 طرحناك. إذا لاحظ معايا زين هون عندي 8 زائد 8 16 وأحتفظ بالواحد. لماذا؟ لأنني أحافظ على مرتبة الآلاف. إذا 6 زائد 2 8 وما ننسى ذاك المحتفظ به نزيد ونقول 9 ثم 5 مع لا شيء تنطرح 5 مباشرة. ومنين نعود لهنا راح نقول أحد عشرات مئات خليها ونقول 59,640. 59,640. إذا أعزائي الأطفال أحبائي أولياء الأمور، إذا نحن تعرفنا اليوم على الجمع والطرح بصفة عامة، تعرفنا على الجمع على حدة، ثم تعرفنا على الطرح ملي بطريقة واحدة سواء كانت بالطريقة الأفقية أو الطريقة العمودية، ثم الضرب وتعرفنا عليهم ملي. ونتمنى على أني نلت إعجابكم، وإلى حلقات قادمة بحول الله.